السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كاميليا فريد ودي قناتي. هنبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ونسمي الله. النهاردة هنعمل مع بعض النوتيلا. طبعا كلنا بنحطها في أكلات كتير وحلويات كتير وولادنا بيحبوها جدا، فاحنا هنعملها بطريقة اقتصادية كده، مكونات في البيت. معايا دلوقتي هنسمي الله الأول. معايا نص كوباية سكر بودر، نص كوباية كاكاو خام اللي هو الغامق ده اللي هو الأسباني، نص كوباية سكر بودر، كوباية إلا ربع زيت، نص كوباية لبن، باكوين نسكافيه اللي هو بطعم البندق ده، مش عارفة بقى مش باينة في الكاميرا اهي، هو ده البندق. 2. وهنبدأ الطريقة ويلا بينا. احنا هنعمله كده في الخلاط. هنحط الأول نص كوباية اللبن، وهنحط السكر الأول، نص كوباية السكر، نص كوباية اللبن، نص كوباية الكاكاو، معلش وهنحط النسكافيه. هنا بقى معايا باكوين النسكافيه اللي هو 3 في 1 بطعم البندق ده. انا حطيت بقى دلوقتي باكوين النسكافيه اللي بطعم البندق اللي هو 3 في 1، نص كوبايه كاكاو، نص كوبايه لبن بودر، نص كوبايه سكر بودر، نص كوبايه لبن. ده كل اللي حطيته. هتقولوا لي الزيت، هقول لكم الزيت مش دلوقتي. هنسمي الله. سوري يا جماعه. معلش عشان هو صوته مش حلو جدا يعني، فانا هفصل وارجع لكم بعد ما اخلصها. بصوا انا عشان الصوت بس، عشان انتوا مش هتسمعوني، انا هشغل الخلاط لان صوته جامد، معلش انا اسفه، هو مزعج. وهحط بقى من فوق الزيت بشويش وهو شغال، يعني مش هفصل الخلاط خالص. تمام. شايفين انا عملت بشويش بقى كده بحطه، وهفضل اسيبه يضرب حوالي 10 دقايق، يضرب مع نفسه او اكتر لو اقدر. يعني لو انت خلاطك يعني كويس، سيبيه ان هو يفضل شغال معاه 10 دقايق ربع ساعة من غير ما تفصليه. بس انا عشان خلاطي قديم فلازم افصله يعني، فهفصل وارجع. تمام. فانا هسيبه شغال. انا بفصل بس عشان الصوت يا جماعة، عشان صوته مزعج جدا يعني، انا اسفة على الصوت. بصوا اهي انا ضربتها اهي، بس انا لقيتها تخينة قوي، حطيت حوالي ربع كوباية مية اهي. عايزة اوريكم بس لبن، سوري انا اسفة اهي. شايفين هو ده قوامها. هفضيها بقى في البرطمان وارجع لكم. انا فضيتها، هي عملت معايا الكمية اللي انا قلتها لكم دي، عملت معايا البرطمان ده بما يرضي الله، لا اكتر ولا اقل. شايفين بقى، انا عايزة اقربها لكم بس من الكاميرا. شايفين بصوا تقولها والله والله طعمها احلى من النوتيلا اللي احنا بنشتريها. شايفين لما بتتحط بقى في التلاجة كمان بتجمد، يعني لما بنحطها في التلاجة بتجمد اكتر من كده. يا رب تجربوها بقى بطريقتي وتقولوا لي طلعت حلوة ولا وحشة.
وتقولوا لي رأيكم فيها، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ان شاء الله. وما تنسوش اللايك، واللي اول مرة يدخل القناة عندنا يدخل ويتفرج عليها، ولو عجبته يعمل سبسكرايب وشير ولايك وكومنت. ما تنسونيش، واشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.